تبتدي أحداث المسلسل في النمسا سنة 1854. بنشوف بنت اسمها إليزابيث متخبية من أمها الدوقة لودوفيغا اللي بتنده لها عشان تجهز قبل ما يوصل الدوق اللي جاي يخطبها بسبب رفض إليزابيث الزواج وإنها عايزة تتزوج عن حب. لما بتدخل لودوفيغا لغرفة إليزابيث بتشوفها من الشباك وهي بتهرب من البيت على ظهر حصانها. بتوصل إليزابيث لجرف فبيخاف الحصان من أفعى فبيرميها وبيهرب. بيوصل الدوق على البيت وبينتظر في الصالة فبتعتذر له لودوفيغا وبتكذب عليه وبتقول له إنه إليزابيث لسه ما رجعت من الصلاة الصباحية. أما إليزابيث بتكون راحت عند أبوها ومعاها الحصان اللي بيكون كسر رجله وبتطلب منه يعالجه، ولكن لما بيفحصوا بيقول لها إنه موته رحمة ليه فبيقتلوا ببندقية وبتحزن إليزابيث عليه جدا. وبنشوف هنا الإمبراطورة صوفي وابنها الإمبراطور فرانز وهم بيحضروا تنفيذ حكم الإعدام على مجموعة متمردين متهمين بالخيانة ومحاولة تنظيم انقلاب ضد الإمبراطور بسبب الفقر الشديد اللي بيعانيه الشعب. بيكون فرانز معارض فكرة تنفيذ الحكم، لكن أمه بتضغط عليه وبتقول له إنه لازم يحارب المتمردين وبتوصفهم بالمرض اللي لازم يتعالج. بتوصل هدية لفرانز من قيصر روسيا واللي هي فروة دب ومعاه رسالة بيطلب منه يشترك معاه في حرب ضد الدولة العثمانية، ولكن بيرفض فرانز العرض ده لأنه شايف الظروف الصعبة اللي بتمر بيها دولته وشعبه حاليا ما بيسمح له يدخل في حرب ضد دولة قوية زي الدولة العثمانية. فبتقترح عليه يتزوج بنت خالته هيلينا وده حيحقق له حاجتين، الأولى إنه حيقوي علاقته بشعبه، والثانية هي إنها حتديك وريث لعرشك، والخطوبة حنعلنها الأسبوع اللي جاي في حفلة عيد ميلادك. وفرانز بيقبل بالعرض. نرجع لإليزابيث بترجع للبيت وبتهزقها أمها وبتقول لها تصرفاتك دي ممكن تأثر على خطبة أختك هيلينا من الإمبراطور، ولو رفضتي عريس تاني حسلمك لدور الكنيسة. وبتحذرها من أنها تتصرف بطيش لما يروحوا للقصر الأسبوع اللي جاي. بيجي موعد رحلتهم للقصر وبتتبع إليزابيث كلام أمها، وهيلينا متوترة جدا لمقابلة لفرانز لأول مرة، فبتحاول إليزابيث تشجعها وبتقول لها أكيد حيحبك من أول نظرة. وبتفرح هيلينا لما بتسمع الكلام ده. أما فرانز فبيكون داخل في علاقة بالسر مع كونتيسة اسمها لويزا وبيقول لها زواجي مش حيأثر على علاقتنا. في اليوم الثاني بتكتشف لودوفيغا إنهم أخذوا معاهم شنط غلط فيها ملابس عزاء والشنط الثانية نسوها في البيت. فبتخرج إليزابيث من الغرفة وبتتمشى في القصر وهي حفيانة وبتلاقي عصفور أغمي عليه بعد ما خبط في زجاج الشباك، بتاخده معاها وبتخرج برا فبتلتقي بفرانز وبيعرف إنها أخت هيلينا فبيسألها ليش خارجة بدون جزمة، بتقول له إنها بتحب تتمشى حفيانة وبتحدث معاها شوية وبيكون بدأ يعجب بيها. بعدها بيفترقوا. في الوقت ده بيحضر أخو فرانز الأرشدوق ماكسيميليان ومعاه حبيبته الإيطالية فرانشيسكا، وبيكون طبعه غريب شوية وأمه صوفيا ما بيعجبها حضوره مع حبيبته وبتشوف إنه ده مش لائق. بعد ما اكتمل الحاضرين كلهم بيسلم فرانز على خالته الدوقة لودوفيغا وهيلينا خطيبته المستقبلية، وبتعتذر لودوفيغا لصوفيا على ملابسهم لأنهم لخبطوا في الشنط. ماكسيميليان بيحط عينه على إليزابيث وهم بيتمشوا برا القصر بيطلب منها تتزوجوا ولكن هي بترفض. أما فرانز بيكون طول الوقت ده مراقب إليزابيث وما بيعطي أي اهتمام لهيلينا. لما بيرجعوا للقصر بيقول ماكس لفرانز إنه الشعب بيكرهه وشايفينه ضعيف وما عنده قوة ضد الإمبراطورة صوفي واللي تملك كل القوة، فبيقترح عليه فرانز يصير مستشاره. بيطلب ماكس يديه وقت عشان يفكر في العرض، وهو ماشي بيشوف إليزابيث نايمة على الأرض فبيستغرب وبيسألها إذا كانت كويسة، بتقول له أنا بخير. فبيسألها ليه نايمة على الأرض، بترد عليه لأنه الجو حر والأرض باردة. فبينام على الأرض جنبها فبيفهم إيش بتقصد، فبتسأله إذا شايفها مجنونة زي ما بيقول عليها عيلتها، بيقول لها إنه بيعجبه غرابتها وبتخجل هي من كلامه. بتشوف أثر جرح في رقبته وبتسأله عليه ولكن ما بيقدر هو يجاوبها. بعدها بيودعها. وبالليل لما الكل بيكون نايم إليزابيث هي الوحيدة اللي صاحية وبتكتب شعر في دفترها. بيجي واحد من الخدم بيقول لها إنه فرانز عايز يقابلك، بتروح عنده وبتشرب معاه شامبانيا احتفالا بعيد ميلاده، وبيصدمها لما بيعترف إنه بيحس بمشاعر تجاهها وعايز يتزوجها. بترفض إليزابيث في الأول لأنها مش عايزة تخون أختها. بيقول لها إن خطوبته من هيلينا كانت من تدبير أمه وهو مش بيحبها. بتفرح إليزابيث وبتتركه. وفي اليوم الثاني بيكون عيد ميلاد فرانز وبيعلن إنه حيتزوج إليزابيث. الكل بينصدم. بتزعل هيلينا وبتخرج من القاعة. بتتبعها إليزابيث وبتقول لها إنها مش كانت تقصد تأديها، فبتطلب هيلينا منها ترفض
بترفض عرض الزواج منه، ولكن إليزابيث بتقول لها إنها بتحبه ومش هتقدر ترفض. أما صوفي وليدوفيغا بيحاولوا يغيروا قرار فرانز ولكن بدون فايدة، وماكسيميليان بتتحطم أحلامه في الزواج من إليزابيث وبيشوف فرانز خطفها منه. بترجع إليزابيث مع أمها وأختها للبيت وبتستعد عشان العرس، وبيتم نشر خبر زواج الإمبراطور فرانز من إليزابيث، وبيكونوا في مجموعة من الثوار مجهزين خطة لليوم ده. أما فرانز بيلتقي بحبيبته لويزا وبيقطع علاقته معاها، فبتتصدم وبتفكروا بالكلام اللي قالوا ليها من قبل. بيقول لها إنه بيحب إليزابيث، بس لويزا ما بتتقبل كلامه وبتتركه. في القصر بيتم تجهيزات كبيرة لاستقبال الإمبراطورة الجديدة، وبيتم توظيف وصفات من الطبقة النبيلة عشان يخدموا إليزابيث، وواحدة من الوصفات دول متنكرة وهي في الأصل من مجموعة الثوار ومن الطبقة الفقيرة، وأخذت مكان كونتيسا اسمها ليونتين. بتوصل إليزابيث للقصر وبيطلب أبوها منها تسيطر على طبيعتها لأنها صارت إمبراطورة، فبتقول له إنه فرانز أعجب بيها بسبب شخصيتها وحتتصرف زي ما هي عايزة. وبيستقبلها فرانز، وصوفيا بتاخدها وبتبدأ تعرفها القوانين اللي لازم تتبعها وبتعرفها على الوصفات. بتعجب إليزابيث بعقد ألماس وبتديها صوفيا العقد، وللحظة بتفتكر بنتها اللي ماتت صغيرة. في دي الأثناء بيجتمع فرانز مع مستشاريه، وبيقول له مستشاره العسكري كارل إنه فرنسا وإنجلترا دخلوا في حرب ضد روسيا ولازم يحدد موقفه في الجانب اللي حيسانده في الحرب دي. لكن المستشار المالي توماس بيخالف كارل وبيقول إنه ميزانية الدولة ما تسمح إنه ندخل في حرب حاليا، فبيقترح ماكس إنه يختار جانب إنجلترا وفرنسا لأنهم أقوى من روسيا. فبتعارضه صوفيا وبتقول له إحنا في تحالف مع الروس ولازم نساندهم في الحرب دي. بيرفض فرانز الكلام ده كله وبيقول لهم إنه مش هيدخل في أي حرب وبيخرج من المجلس. أما إليزابيث بتخرج للحديقة عشان تشم شوية هواء ومعاها وصفاتها، فبتلتقي في ماكس وبيحاول يغير رأيها في الزواج من فرانز، وبيقول لها إنه عيشتك هنا في القصر هتغيرك، مش هتقدر تعيشي حرة زي قبل، ولكن لو اخترتيني هقدر أحميكي من كل ده. بترتبك إليزابيث من كلامه وبتتركه. بتدي صوفيا إستر الإيد اليمين للإمبراطورة صوفيا تقرير كامل عن إليزابيث وإنها شايفاها مش مناسبة تكون إمبراطورة، وبتقرأ كتب ممنوعة في النمسا، وكمان بتكتب أشعار جريئة، وبتسألها إذا كانت عايزاها تتصرف معاها بقسوة وتضغط عليها لحد ما تغير رأيها، ولكن صوفيا بترفض الاقتراح ده. بيجي وقت درس الرقص الخاص بإليزابيث وبترقص مع فرانز وهي فرحانة لحد ما بتيجي صوفي وبتاخدها عشان يكملوا تجهيزات. بيفحصها دكتور وبيكون حاضر البابا، وكل ده عشان يتأكدوا إنها عذراء. فبتحس إليزابيث بالإهانة، ولكن الفحص ده ضروري جدا مش هيتم قبولها للزواج بدونه. بعد ده بتقابل ليونتين المزيفة زميلها في الخطة اللي اسمه إيغون بالسر، وبتقول له إنه أماليا شاكة فيها وكمان مراقباها. بيقول لها ما تهتمش الحاجات دي، وأهم حاجة تتقرب من الإمبراطورة وتخليها تثق فيها. بالليل بيتم تنظيم حفل وبتحضر إليزابيث والكل بينبهر بجمالها وبتسلم على الكل، ولكن لما بتشوف البابا بتتعصب وبتهينه، فبيقول لها إنه لازمك تصلي كتير. فبيطلب فرانز منها تمشي من الحفلة، وتتصدم إليزابيث من تعامل فرانز معاها وبتخرج من هناك وهي زعلانة. فبتجيلها دعوة من ماكسيميليان اللي بيكون عامل هو كمان حفلة بمناسبة زواج أخوه، وبتحضر الحفلة دي. برحب بيها ماكس وبيقول لها إنه العقد اللي لابساه ملك عمته ماري أنطوانيت، وكانت لابساه لما تنفذ عليها حكم الإعدام، وده ممكن يكون تهديد من ماما ليكي. وبيعترف لها إنه بيكره القصر كثير وده هو سبب اللي خليه مسافر دايما، وبيعترف بحبه ليها. وتتفاجأ إليزابيث وتقول له هتتزوج فرانز بكرة وأنا بحبه. فبيضحك ماكس وبيقول لها إنه كان بيمزح معاها، فبتتركه. وقبل ما تخرج بتلتقي بهيلينا اللي من ساعة عيد ميلاد فرانز قطعت الكلام معاها كليا. فبتحاول إليزابيث تكلمها وتعتذر لها وبتقول لها إنه يومها كان طويل وصعب، لكن هيلينا بتقول لها لازم تتحملي مسؤولية قرارك إنك تصيري إمبراطورة. تزعل إليزابيث وبتمشي. في الأثناء دي بيلتقي فرانز مع واحد اسمه ستيفن وبيطلب منه يبني له خط سكة حديد في النمسا، وبيوعد يوفر له الفلوس في أقرب وقت. بتلتقي صوفيا بالسر بأمير فارسا اللي اسمه جوستاف وبتفرح بجيته، وبيكون بينهم علاقة قديمة. بيسألها عن سبب دعوتها ليه وهل فرانز ابنه ولا لا. ما بتقدر صوفيا تجاوبه، بيقول لها إنه عايز يعرف الإجابة بسرعة وبيمشي. في اليوم الثاني بيكون يوم العرس،
ماكس، وبتكون إليزابيث خايفة ومتخبية ورا الستاير. بدوروا عليها الوصفات وبتلاقيها هيلينا وبيتصالحوا هما الاثنين، وبتطلب إليزابيث من هيلينا تبقى جنبها دايما. وبعدها بيجهزوا الوصفات إليزابيث وبيلبسوها الفستان، وبتركب العربة اللي حتوديها الكنيسة، وبتشوف الشعب بيهتف ليها. بتوصل للكنيسة وبيتم مراسم الزواج، وبتخرج مع فرانز برا الكنيسة عشان يحيي الشعب. بتبتدي احتفالات الفرح، وبيوصل خبر للإمبراطورة صوفيا من المستشار العسكري إن روسيا بتتقدم ناحية الحدود النمساوية. أما ماكسيميليان بيعزم لويزا على الفرح عشان يزعج فرانز، وكمان بيتفق معاه عشان يخربوا الزواج ده لأنه دي مصلحة مشتركة بينهم. وبتلاحظ إليزابيث نظرات لويزا ليها، فبتسأل فرانز عنها ولكن بيرفض يجاوبها. بتدي صوفيا خبر لفرانز إن روسيا بتتقدم ناحية الحدود ولازم يعملوا اجتماع طارئ، فبيترك فرانز إليزابيث على الكوشة لوحدها. بتجتمع إليزابيث مع الوصيفات والوصيفة إستر وكمان أمها وهيلينا، وبتطلب إليزابيث من إستر توظف أختها هيلينا كوصيفة رئيسية ليها، ولكن أمها بترفض الكلام ده. بس إليزابيث بتصر على طلبها وبتقول لها إنها ما بتثق بحد غيرها. بتناقش فرانز مع صوفيا وماكسيميليان وكارل، وبتقترح أمه إنه لازم يحدد موقفه في الحرب دي لأنه ده هو الحل، وكمان لازم نضاعف عدد الجنود على الحدود. وبيقترح ماكس إنه يستعينوا بالفرنسيين، وبيرفض فرانز الاقتراحات دي كلها، وبيطلب منهم يسيبوه لوحده عشان يقدر ياخد قرار. وبيطلب يتكلم مع ماكس وبيسأله ليش دعا لويزا للحفل، وبيقول له ماكس إنه كان فاكر اللي بينكم انتهى. فبيطلب فرانز منه يبعد عنه عن إليزابيث، وبيعترف أنا ندمان خليتك ترجع لفيينا. وفي الوقت ده بتحصل محاولة تخريب ومظاهرات في الشوارع، فبيقبضوا عليهم الشرطة، وبيدي رئيس الشرطة التقرير ده لصوفيا، فبتأمره يقبض على كل المتمردين اللي نظموا المظاهرة، وكمان يفرج عن 50 سجين كانوا محبوسين فترة طويلة، وده كهدية بمناسبة زواج الإمبراطور. بتسأل إليزابيث وصفاتها عن لويزا، فبيقولوا لها إنها كانت حبيبة فرانز، فبتروح إليزابيث تكلمها وبتسألها عن سبب حضورها للحفلة. بترد عليها إنها حتى هي مدعوة زي باقي المعازيم. بتقول لها إليزابيث إنها عارفة اللي كان بينها وبين فرانز وده صار ماضي وأنا هي زوجته، ولكن لويزا بتحذرها من فرانز وبتقول لها إنه دورك حينتهي وحيعمل فيك زي ما عمل فيا. بيكون فرانز عامل اجتماع مع مستشاريه وعايز ياخد قرض يمول بيه مشروع السكة الحديدية، ولكن واحد اسمه سايمون واللي بيكون واحد من أكبر المستثمرين في النمسا بيرفض يديه القرض لأنه شاكك إنه مش دي هي نيته، وإنما عايز يمول الجيش ويدخل في الحرب اللي بين العثمانيين وروسيا. بتدخل إليزابيث عليهم وبتطلب تتكلم مع فرانز، ولكن بيرفض يكلمها وبتخرج من هناك وهي زعلانة وبتبكي. بيقابل ماكسيميليان السفير الفرنسي وبيقول له إنه فرانز مش ناوي يدعمهم في الحرب، والخطة بتاعته هي إنه يخلي فرنسا وإنجلترا وروسيا يحاربوا بعض، وبكده حيقدر ياخد الدولة العثمانية بكل سهولة. فبيعرض السفير الفرنسي على ماكسيميليان دعمه ليه ويصير الإمبراطور بدل فرانز، ولكن بشرط يدعمهم في الحرب دي. بيرد عليه ماكس وبيقول له إنه حيفكر في الموضوع ده. بتلتقي صوفيا بجوستاف وبتعترف له إنه فرانز ابنه. بيفرح بالخبر ده وبيقول لها تهرب معاه وإنه لساته بيحبها، ولكن بترفض هي وبتقول له إنها ما رح تترك كل اللي بنته عشانه. بيزعل وقبل ما يمشي بيقول لها إنه مش حيبقى لها مكان في القصر بعد تتويج الإمبراطورة الجديدة. بتقدر لويزا تقنع سايمون يدي فرانز القرض، وبيتفاجأ لما بيعرف إنه لويزا صارت خطيبته. قبل ما ينتهي الاحتفال بتشوف صوفيا فرانز بيتكلم مع هيلينا، فبتطلب من إليزابيث تبعدها عن القصر عشان ما تحصل تعقيدات أكثر لأنها لسه بتحبه. وبتوافق إليزابيث وبتتصدم هيلينا من الكلام ده لأن أختها هي اللي كانت بتترجاها عشان تبقى جنبها. بيعتذر فرانك من إليزابيث على قسوته معاها وده كله من الضغط اللي عليه، وبيوعدها إنه مش حيعاملها بالطريقة دي تاني. بيقعد ماكسيميليان على العرش وبيتخيل نفسه إمبراطور وإليزابيث جنبه. بنرجع للماضي قبل 6 سنين لما كان عم فرانز هو الإمبراطور وبتقوم ثورة كبيرة ضده. وقتها بتوعد صوفيا فرانز إنه هو اللي حيبقى الإمبراطور بعد عمه، وأبوه مش مناسب للحكم. وبتكون غير مهتمة لماكس اللي بيتفرج عليها وهي بتقول الكلام ده. وصوفيا كانت دايما بتهتم لفرانز بالشكل ده، وده سبب حقد ماكسيميليان عليها وعلى أخوه. نرجع للحاضر. بعد ما بيمر كم شهر على الفرح بتعلم إستر هذه صوفيا إنه إليزابيث ممكن تكون حامل، فبتأمرها يكثفوا الاهتمام بيها
وبيدوها أكلات معينة. بيجتمع فرانز مع المستشارين وبيقول له إنه فرنسا قطعت العلاقات. بيطلب منهم يرسلوا دعوة لقيصر روسيا عشان يجي لفيينا ويقابله عشان يقدر يقوي علاقته معاه. فبتحذر أمه من القرار ده ويمكن يزيد الوضع سوء، ولكن بيصر هو على كلامه وبيسألها عن سبب وجود ماكس في القصر مع إنه طلب منه يمشي. فبتقول له يديه منصب بعيد وده هو الحل. فبيروح يقابله وبيتبارزوا بالسيوف وبيربح فرانز وبيعرض على ماكس منصب قائد للقوات البحرية، ولكن ما بيعجب ماكس العرض ده وبيطلب منه يعينه حاكم لمدينة بوهيميا. فبيرفض فرانز الطلب ده، بيقول له ماكس إنه أناني ومش عايزه يشاركه في الحكم. بيوصل لفرانز خبر إنه القيصر الروسي ألكسندر وافق على الدعوة وحيجي لفيينا خلال أسبوع، وصوفيا بتقول له إنه مش حيكون عندهم الوقت الكافي عشان يجهزوا القصر. فبتقترح إليزابيث إنه يعمل له استقبال بسيط ويخرج معاه في رحلة صيد عشان يناقشوا أمور الدولة. صوفيا بتنزعج من تدخل إليزابيث، ولكن فرانز بيعجبه الاقتراح وبيوافق عليه. بتتضايق صوفيا من إليزابيث وخايفة تتخطاها وتقدر تاخد منصبها، بس صوفيا بتقول لها خليها تعمل اللي هي عايزاه وتقع في أخطائها وكده حتقل مكانتها قدام الإمبراطور. بيستلم فرانز القرض اللي حيمول بيه سكة الحديد وبيفرح جدا. بعدها بيسافر هو وإليزابيث وصوفيا لقصر أبو فرانز اللي حيستقبلوا فيه القيصر الروسي، وبيوصل القيصر مع مراته وبيرحب به فرانز. أما ماكسيميليان بيجتمع مع المستشارين اللي بيكونوا معارضين سياسة فرانز وبيقول لهم إنه لازم يوقفوا فرانز من اللي بيعمله لأنه الدولة حتنهار بسببه ولازم يتحالفوا مع الفرنسيين. بيعجبهم الاقتراح وبيكونوا مستعدين يدعموه كإمبراطور جديد بشرط يشن حرب ضد روسيا. في اليوم الثاني بيتفاجأ فرانز إنه أخوه موجود في القصر، وقبل ما يروح فرانز يصطاد مع القيصر بتطلب منه إليزابيث تروح معاه عشان تصطاد، ولكن بتعارضها صوفيا فبتسمع إليزابيث كلامها. وبيتكلم فرانز مع القيصر ألكسندر وبيتفقوا على نقاط كثير، وبيرجع فرانز وهو فرحان، ولكن بيروح ماكس لألكسندر وبيقول له إنه أخوه ناوي يستولي على الدولة العثمانية وكمان روسيا. فبينزعج وبيتركه وبيطلب من إليزابيث ترافقه وهو بيصطاد فبتوافق. وهم بيتمشوا في الغابة بيسألها عن نوايا فرانز، بتقول له إنه فرانز ما بيحب الحرب وعايز بس يحمي دولته. فجأة بيشوف ألكسندر خنزير بري ولكن ما بيقدر يصيبه، فبيجري الخنزير ناحيته وفي آخر لحظة بتنقذ إليزابيث وبتطلق النار عليه ببندقيتها. بيحس ألكسندر بالإحراج الشديد لأنه مرة أنقذته من الموت، فبينهي رحلة الصيد وبيمشي بدون ما يكمل اتفاقات السلام اللي بينه وبين فرانز. بيزعل فرانز من إليزابيث وبيرجعوا كلهم لفيينا. بتلتقي ليونتين بآيغون وبيسألها ليه ما قتلت إليزابيث في الرحلة لأنها كانت فرصة مناسبة. فبتقول له إنه الإمبراطورة مختلفة عن كل العيلة المالكة، ولكن بيضغط عليها آيغون وبيقول لها المهمة دي هي هدف وجودك في القصر جنب الإمبراطورة، وبيحذرها تضيع الفرصة مرة ثانية. بتمر فترة بتكون العلاقة بين إليزابيث وفرانز متوترة وبتتقرب ليونتين من إليزابيث، ولكن يوم على الثاني بتعجب بيها أكتر وأكتر وبتتأكد إنها مش زي الباقيين. وبيرسل فرانز الجنود للحدود عشان يحرسوها لأنه في احتمالية تعلن روسيا الحرب عليهم، وبسبب الحرب المحتملة بتعم مظاهرات في فيينا. فبتأمر صوفيا إليزابيث عشان تقابل الشعب عشان يطمنوا شوية، وبتبلغ إستر إليزابيث إنه ممنوع عليها الكلام مع العامة أو لمسهم. وبتحذر صوفيا وهي بتضيق لها الكرسي، بتقول لها إن روسيا حتدخل في حرب معانا بسببك انتي. تطلب منها إستر هذه تشرب مشروب البيض بتاعها وبتشرب بصعوبة وهي مش قادرة تتنفس من الكرسي. وبيكون فرانز متوتر وخايف جدا، وبيعلم توماس إنه سايمون وقف القرض لأنه نقض واحد من شروطه وأرسل الجنود للحرب. فبيتعصب جدا وبيكسر كل حاجة على مكتبه. بعدها بيجتمع مع مستشاريه وصوفيا وبيقول لهم إنه سبب إرساله للجنود هو لحراسة الحدود فقط وما نقض ولا شرط من العقد. بعد الاجتماع بيسأل فرانز عن سبب إرساله لإليزابيث للمدينة في وسط الأوضاع دي، فبتقول له إنها حتهدي الشعب وتطمنهم وده دورها. فبيقول لها فرانز إنه العالم تغير وأساليبك ما عادت نافعة وعيلتنا كمان حتتغير. فبتتصدم صوفيا وبتخاف من كلامه لأنه بيقصدها. وبتوصل إليزابيث مع إستر هازي وفيكتور أخو فرانز الصغير للمدينة وبيمروا بمعمل حديد. فبتشوف إليزابيث بنت صغيرة بتشتغل فيه، فبتدخل ليه وبتحاول إستر هازي تطلعها. بتلقى إليزابيث البنت وبتسألها عن اسمها وبتقول لها اسمي هايدي. بتلاحظ إليزابيث إن جزمتها قديمة جدا ومقطعة، فبتخلع جزمتها وبتديها ليها. فبتفرح هايدي جدا، فبتتعصب عليها إستر هازي وبتأمر رئيس الشرطة يشيلها لحد ما يركبها في العربية. فبيثوروا الناس وبتبدأ الشركة تضربهم، وبتتصدم إليزابيث لما بتشوف أساليب العنف اللي
بتمارس على الناس. بتكشف أماليا حقيقة تزييف ليونتين لهويتها لما بتفتش في غرفتها وبتلاقي ملابس عليها دم ووثائق لليونتين وفيها صورتها الحقيقية، وبتشوفها ليونتين وهي خارجة من غرفتها. وبنشوف هنا ماكس مجتمع مع كل المستشارين وبيقول لهم إنه ده هو الوقت المناسب لتنفيذ الانقلاب ضد فرانس لأنه بقى ضعيف والشعب بيكرهه، وخلال أيام قليلة حينفذ خطته. بيقابل فرانس لويزا وبيطلب منها تقنع سايمون يديه القرض، فبتوافق بشرط يرجع ليها. وفي الوقت ده بترجع إليزابيث على القصر وهي زعلانة جدا وبترمي ملابسها على إستر وبتطلع لغرفتها. فبيروح فرانس وصوفيا عندها وبتلومها صوفيا إنه الشغب اللي حصل بسببها، لكن إليزابيث بتقول لها إنها شافت طريقة تعامل الشرطة مع الناس وده هو السبب الحقيقي. فبيطلب فرانس من صوفيا تخرج عشان يكلم إليزابيث وبيقول لها إنه اللي عملتيه غلط ومش لايق بيكي كإمبراطورة. فبتقول له إنه التكبر هو السبب الحقيقي في كره الشعب ليهم. بيروح ماكس لبابا الكنيسة وبيقول له إنه حينقلب على فرنسا ومحتاج دعمه ليه، وبيوعده إنه حيربط الكنيسة بحكم الدولة. فبيرفض البابا يدعمه وبيقول له أنت ما بتعرف تصلي أساسا ولا لك علاقة بالدين. فبيقول له ماكس إنه بدعمه أو بدونه هيبقى هو الإمبراطور الجديد. بتلتقي ليونتين بخادمة اسمها إليسا تابعة لحركة الشعب وبتقول لها إنه ما ينفع تنفذ الخطة لأنه واحدة من الوصيفات كشفت هويتها الحقيقية. بس إليسا بتقول لها إن الخطة بدأت بالفعل وفات الأوان على الكلام ده. وبترجع ليونتين لغرفتها تلم ملابسها وشوية بتدخل عليها إليزابيث وبتقول لها إنها مش قادرة تنام من اللي شافته اليوم وتطلب منها تحكي لها شوية عن نفسها. وبتقول لها ليونتين إنه ما عندها ذكريات كثير تحكيها لأن طفولتها كانت تعيسة، وبتنام جنب إليزابيث بديك الليلة. وبنشوف هادي فرحانة بجزمتها الجديدة ولكن بيلاقوا أخوها مقتول وبتكون الشرطة هي اللي قتلته. بتمر فترة بتكون فيها إليزابيث بتحتفل كتير عشان تنسى حادثة المعمل بعد ما عرفت إنه الشركة قتلت عمال كثير بحجة الشغب. وبيقول فرانس لإليزابيث إنه عارف إنها مزعوجة مع اللي حصل في المعمل وبيجيب لها حصان هدية عشان يفرحها. وبتروح أماليا تبلغها عن هوية ليونتين الحقيقية، بس إليزابيث ما بتهتم وبترفض تسمع كلامها. بيعلم كارل ماكسيميليان إنه الروس خافوا وانسحبوا عن الحدود وخطة فرانس نجحت. فبيطمنوا ماكس وبيقولوا الكلام ده فقط إشاعات، قريبا حبتدي أنفذ الخطة وحنعتقل فرانس. تلتقي ليونتين بآيغون وبتقول له إنه خان أملها في إليزابيث وإنها زي التانيين، فبيتفق معاها إنه اليوم بالليل حيقتلوا العائلة المالكة كلها. في الوقت ده بيثور الشعب كله وبتقول صوفيا لفرانس إنه إليزابيث هي سبب الثورة وكمان عقلها صغير وبتضل تحتفل ومش مهتمة بمسؤولياتها. وبدافع عنها فرانس، لكن صوفيا بتقول له إنه لو ما أخذ قرار فهي اللي حتاخده. وبتطلب تشوف إليزابيث في الكنيسة. بتحكي لها قصة بنتها اللي ماتت صغيرة جاها مرض عصبي وعاجز كل الأطباء من علاجها وكانت بتعاني كتير فما قدرت تشوفها وهي بتتألم ومنعت عنها العلاج، وبعد 4 أيام ماتت. وبتقول لها المغزى من كلامي وإني حستأصل المرض مهما كانت النتيجة. وبتديها صوفيا خيارين، إما ترجع عند أمها وتنفصل عن فرانس، يا إما تتحبسي في القصر ومش حيكون عندك أي وصفات غير إستر، وممنوع عليك تروحي حفلات وركوب الخيل، وكمان مش حتشوفي فرانس إلا في أيام معينة. بترفض إليزابيث كلامها وبتمشي. بترجع صوفيا غرفتها وبتفصل إستر هذه عن منصبها وبتحط مكانها مارغريت. بتترجاها إستر عشان تتراجع عن قرارها ولكن بدون فايدة. بعدها بيقابلها ماكس وبيطلب منها تساند في الانقلاب وبيقول لها إنه المستشارين وفرنسا بيدعموه وفرانس فشل في كونه الإمبراطور وحتى خسر دعم الشعب ليه. بتقول له صوفيا إنه دي خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام. فبيقول لها إنه من حقه يحاول يكون إمبراطور لأنه لازم يحمي المملكة اللي على وشك الانهيار بسبب اختيارات فرنسا السيئة. أما إليزابيث بتكون عايزة تشوف فرانس ولكن بيمنعها الخادم حقه وبيقول لها إنه مش موجود في غرفته. فبترجع وهي زعلانة وفجأة بتتعب وبتحس بالدوخة. وبيقابلها ماكس وبيقول لها إنه في حاجات كتير هتتغير من هنا ورايح وعايزك توقفي جنبي. فبتسأله إيش هي الحاجات دي ولكن بيرفض يجاوبها وبيقول لها إنه عارف إنها بتحب فرانس ولكن في كل مرة بتحتاجيه ما بتلاقيه جنبي، وأنا وإنتي بنتشابه كثير ولازم نكون مع بعض. وللحظة صغيرة بتستسلم ليه وشوية بتطرده من غرفتها. بيروح ماكس يقابل فرانس وبيقول له إنه الكل انقلب ضده وإنه فشل كإمبراطور ولازم يتنحى وحتى إليزابيث مسانداني. فبيتعصب فرانس وبيطرده من غرفته. بتقول إليزابيث لليونتين إنها تعبانة الأيام دي وبتحس بالدوخة وما عندها أي شهية للأكل، فبتفحصها وبتقول لها إنها حامل. بتجري لغرفة فرانس عشان تخبره بالخبر ده ولكن فرانس بتعصب عليها وبيحسبها خانته مع ماكس. بتتصدم إليزابيث وبتقول له إنه صوفيا عايزاها ترجع لبيت أهلها. بيقول لها إنه كلام أمه صحيح وأنت ما عمرك كنت مناسبة تكوني إمبراطورة.
بتخرج من عنده بدون ما تخبره إنها حامل، وهي بتقرر تترك القصر وبتطلب من ليونتين تجمع ملابسها لأنها خلاص هتخرج من هنا. فبتقول لها إنه الشعب محتاجها أكتر من أي وقت، ولكن إليزابيث ما بتتراجع عن قرارها. بتقرر ليونتين تخرب خطة الاغتيال وبتدي اسم آيبون للحرس وبيمسكوه. بيعلن كارل ماكس إنه الروس تراجعوا عن الحدود كليا والخطة حقتنا فشلت وإنه مش هيقدر ينقلب على فرنسا. فبيفقد ماكس أعصابه وبيروح عند صوفيا وبتقول له إنها ما عمرها هتدعمه في حاجة ومش هتسمح له يدمر كل اللي بنته، وبتأمره يترك القصر حالا. بتواجه أماليا ليونتين وبتقول لها إنها عرفت حقيقتها وإنها حثالة من الطبقة الفقيرة. فبتدفعها ليونتين من الدور الثاني وبتطيح أماليا على راسها وبتموت. بتخرج إليزابيث وبيمنعوها الحرس تمر لأنه الناس محتجة عند البوابات. فبتنزل من العربة وبتطلب منهم يفتحوا البوابة وبتخرج للشعب والكل بيسكت. فبتقول لهم إنها شايفاهم وحاسة بألمهم، فبتنحني قدامهم احتراما وبتبدأ تسلم على كل واحد فيهم وبتقول لهم إنها حامل وبيفرحوا جدا. وبيكون فرانس بيتفرج من بعيد على المنظر ده. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا له لايك وشير وسبسكرايب للقناة. باي باي.